بس فهو اصله هو مش ساحر يعني ولا حاوي علشان يخفي مره واحده كده 12 مليار دولار ما بين يوم وليله. ومش اي واحد هيطلع يكتب لي كلمتين على الفيسبوك بوست كده ويقعد يشيره في الجروبات. انا اشتريت بقى منه الكلام ده. ما هو في بقى ورق وفي حاجات وفي ميزانيات بتطلع من الحكومه، لازم نرجع نبص عليها ونفهم الكلام ده بيحصل فيه ايه. مش اي واحد بقى معدي كده فلان ده بطل الابطال فاحنا اشترينا. لا، كل حاجه بتمشي بالعقل يعني. اهلا بكم من امريكا معايا. انتوا عارفين طبعا من ساعه لما بدا عمده نيويورك زهران ممداني، وهو حبيبي يعني، انا الراجل ده بعزه كده لله في لله سبحان الله يعني. من ساعه ما شفته انا قلبي انفتح له. ف فاليومين اللي فاتوا بتكلم مع صديق عزيز عليا جدا في كاليفورنيا، صامويل سام. فلسه يعني بندردش، وانا مسميه زي ما انا مسميه انكل سام كده. فبتكلم مع انكل سام صديقي، وبعدين بيقول لي على موضوع البالانسز اند شيكس بتاعت نيويورك سيتي وبتاع وكده. فقلت له مفيش حاجه اسمها كده، ازاي ده؟ انا لسه سامع كونفرنس كان ما بين كاثي هوكل اللي هي الجفرنر اللي هي المحافظ بتاع نيويورك، وكان معاها زهران ممداني، وكانوا بيتكلموا على الديفيسيت، العجز اللي في الميزانيه، وخصوصا ان الحته دي زي ما بيقولوا كده لعبتي شغلانتي. فقلت له لا مفيش الكلام ده. فالمهم دخلت بصيت كده لقيت فعلا في ناس شكلها كده، عارف اللي هو اللي بيسموهم لجنه الكترونيه كده ولا ما اعرفش بيسموها ايه، دايرين على الفيسبوك ان زهران ممداني عمل سد عجز الموازنه بتاعت السيتي وعمل معجزه ماليه وعمل. طب تعالوا نفهم. يعني انا راجل ايه، بتاع ورق وبتاع ارقام، ما بشتريش الكلام كده من على الفيسبوك يعني. اول حاجه لازم نفهمها يا جماعه ان في حاجه في الجفرنمنت، والناس اللي اشتغلت جفرنمنت او الناس اللي بتشتغل في الفاينانس هتفهم الكلام اللي انا بقوله، والناس اللي مش عايزه تفهم فاحسن لك اقفل الكلمتين اللي انا هقولهم دول مش هيفيدوك في حاجه. كبر دماغك من اللي انا هقوله. في حاجه في الحكومه اسمها checks and balances، يعني كل مكان لازم يوازن الميزانيه بتاعته. يعني ايه؟ نبسط عشان الناس اللي ملهاش علاقه بالاكاونتنج او ملهاش علاقه بالاقتصاد تفهم اللي انا بقوله. الدوله اللي هي امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، ليها ميزانيه اللي بيسموها كده بالعربي الموازنه العامه للدوله. الموازنه العامه للدوله دي اللي هي الرقم الكبير قوي، تقريبا مثلا 2 تريليون 3 تريليون، دي الموازنه العامه بتاعت ايه؟ امريكا، الولايات المتحده الامريكيه. بتتقسم على ال50 ولايه. في جزء اللي هو بتاع الفيدرال جوفرمنت نفسه بيتقسم بقى صحه وتعليم ودفاع وفي جزء اللي هو بيروح للايه؟ اللوكال جوفرمنت اللي هو بيروح للولايات. كل ولايه من ال50 ولايه لها ميزانيه على حسب الموازنه بتاعتها. في ايرادات محليه اللي هو بيسموا الناتج المحلي بتاع كل ولايه، واللي هي بتيجي من البروبرتي تاكس ومن الضرائب اللي بتتلم ومن الستيت تاكس والحاجات دي الايرادات بتاعت الولايه. وفي كمان جزء بيجي اللي هو الدعم الفيدرالي اللي هو بيجي من الموازنه العامه للدوله، يروح رايح لمين؟ رايح للولايات. الولايه بقى بتقسم زي ما الدوله قسمت كده، الولايه بتروح برضه مقسمه صحه وتعليم ومش عارف وحكومه وشرطه وبتاع، بيتقسم كده الايه؟ الحاجات على بقيه القطاعات بتاعتها. وبعد كده كل جوه وكل ولايه في كاونتي، الكاونتي ده بيروح له الميزانيه بتاعته بيعمل نفس القصه، وجوه كل كاونتي في سيتي بتعمل نفس القصه. يعني بتمشي زي الهرم كده، تيجي من فوق كده من الفيدرال تفضل تنزل ستيت، بعد كده لوكال لغايه لما توصل ليه؟ لكل سيتي. نيويورك سيتي واحده من المدن الامريكيه اللي ليها نفس القصه اللي احنا حكيناها دي، بتسري عليها. نيويورك سيتي عندها عجز في الموازنة بتاعتها 12 مليار دولار. في حاجة هنا بموجب القانون ان من اول الفيدرال، من اول الموازنة العامة للدولة نازل كده زي ما شرحناها، في حاجة بيسموها تشيكس اند بالانسز. لازم ان ما يبقاش فيه في اخر السنة، في اخر كل سنة مالية، لازم تبقى الايرادات قد المصروفات اللي بيسموها بريك ايفن. اذا زادت يبقى كويس، بس ما ينفعش يطلع عندك عجز. لو عندك عجز هترحل ليك عجز للسنه اللي بعدها فالحكومه بتطالبك انك لازم تعمل التشيكس اند بالانسز بتاعتك، علشان انت كجفرنر او كميور او كواحد في الحكومه، في اي قطاع بقى من قطاعات الحكومه، تعليم صحه نقل مواصلات، قل يكون كل الكلام ده عندك ايه؟ مظبوط بنهايه السنه الماليه. الباشا زهران ممداني طبعا في الحمله الانتخابيه بتاعته فتح صدره وزي ما قلنا قبل كده، وقعد يقول للناس ده انا هجمد لكم الايجارات وهعمل لكم فري ميديكيد وهعمل لكم فري ميديكال وهزود المش عارف ايه ومواصلات ببلاش، وفتح ايه؟ عمل البحر طحينه. الراجل المير اللي قبل منه
طلع قال له في فيديو كده، قال يا جماعه انت مش عارف تقرا البالانسز، انت لازم تعرف ان انا سايب قبل ما امشي فايد 2 مليون دولار. 2 مليون دولار فايد في الموازنه. الباشا بعد 6 شهور بقى عنده عجز 12 مليار دولار. طبعا لان ايه، السنه الجديده بدات بمصاريفها، مش هنظلمه يعني، بس هو المفروض ان انت في نهايه السنه بتكون عامل تشيك السنه بالانسز بتاعتك، تبدا الميزانيه الجديده في الانفاق الجديد. فهو طبعا بدا الانفاق الجديد بتاعه عنده مصاريف اوريدي من اي حكومه يعني، مش هو بس، عشان ما نبقاش بنجن عليه، عشان يبقى الكلام فير. فبدات اوريدي ايه الدوله تصرف. بس الباشا عنده برنامج انتخابي مواعد الناس بيه انه هيخفض لهم البروبرتي تاكس ويعمل. فطلع مرتين. اخر مره كانت مع الجفرنر اللي هي كاثي هوكل، اللي هي المديره بتاعته بقى، اللي هي المحافظ بتاعه، وقال انا عندي عجز 12 مليار. وطلب، هقول لكم الارقام اللي جت في التقرير المالي اللي هو بتاع الستيت. طلب من المحافظ اعاده هيكله ماليه. يعني ايه؟ هشرحها. وطلب من الستيت دعم بقدر 7.6 بليون دولار. يعني طلب منهم ان هم يدوا له دعم من الستيت. احنا بنتكلم على نيويورك سيتي، اغنى مدينه في اغنى ولايه في امريكا. طلب دعم من الستيت لان الايرادات بتاعته هو كسيتي مش عارفه تكفي العجز اللي عنده. طلب تمويل بمقدار 7.6 بليون دولار، ب 7.6 مليار دولار. العجز اللي عنده كام؟ 12. يبقى هو كده فاضل عليه كام؟ حوالي اولموست 5. عمل ايه بقى في ال5 مليون التانيين، ال5 مليار التانيين بقى؟ بصوا بقى، جمد الفلوس اللي هي المفروض تروح انا طبعا بقرا لكم يعني بقرا وبترجم بالعربي في دماغي. جمد الفلوس اللي هي المفروض بمقدار 650 مليون دولار اللي هي المفروض تروح للمعاشات التقاعديه اللي هي ريتايرمنت. المفروض في ناس بتقبض الريتايرمنت بتاعتها بمقدار 650 مليون دولار، جمدها. وحول ال5 مليون دولار ال5 مليار دولار التانيين. قال لك بقى هنحاول نعمل خفض في التكاليف المدارس ومش عارف ايه، حاجه اسمها كده ايه، تشيف سيفنج اوفيسر. والمهم يعني هو تقرير طويل قوي. وكمان وفروا، عملوا زي توفير في بعض النفقات كده ب1.7 مليار. ده التوفير اللي عمل 1.7 مليار. استلف من الستيت، ركز بقى في الارقام اللي هقول لك، استلف من الستيت 7.6 مليار. جمد المعاشات التقريبا اللي هي حوالي اكتر من نص مليار دولار. وعمل توفير في النفقات ب1 مليار دولار بس. وبقيه الحاجات وبقيه النفقات حولها للعام المالي اللي بعد كده. عملها زي عمليه ايه اللي هي بيسموها اعاده هيكله، اللي انا هشرحها لكم بقى. اعاده هيكله يعني ايه؟ يعني زي ما انت كده يكون ليك فلوس عند واحد، فتقول له يا عم ليه عندك 1000 دولار؟ يقول لك طب معلش اصبر عليها شويه. طب لغايه امتى؟ يقول لك بس لغايه اخر الشهر، لغايه لما نقبض. هو ده بالظبط اللي عمله. فعمل اعاده هيكله للديون بتاعه السيتي عشان تدخل في السنه الماليه الجديده 2026 2027. انا بحاول ابسط لكم ايه الارقام يعني، طبعا مش بدخلكم في الديتيلز عشان الناس ما تتوهش مني. فكده ال 12 مليار دولار حصل ايه؟ استلف معظمهم من الستيت اللي هم تقريبا تلتينهم، والتلت حاجات ما اجل دفعها وحاجات تانية راح مرحلها للعام المالي الجديد. فكده بقى البالانس بتاعه كام؟ زيرو. عمل التشيكس ايه؟ امبالانسز. بس هو ما عملش اكشوالي ايه؟ انتاجيه فعليه جوه السيتي من الضرائب او من عوائد السيتي اللي تخليه يقول ان الراجل ده فعلا زي ما الناس كاتبه في المقال اللي هم عاملين يشوفوا عمل معجزه ماليه. الراجل يعني ما شاء الله يعني من الانبياء بيعمل معجزات. تعالوا بقى نسمع الناس اللي هي بتاعت الرقابه الماليه بتاعت الستيت وبتاعت السيتي. في واحد اسمه مارك ليفن، ده المراقب المالي بتاع السيتي بتاعت نيويورك، وده اللي بيعمل البتاع. بيشرح بالتفصيل كده. هقول لكم المصطلح اللي استعمله بالظبط اللي هو قال عليه. اصطلاح اسمه وان شوت فيكسز. يعني ايه وان شوت فيكسز؟ يعني تصليح تنفع لمره واحده بس. يعني اللي هو عمله زهران من الدنيا من الاخر ده كده، زي ما بيقولوها كده بالبلد، يلبس طاقية دلده. هو ساحر بقى، هو فعلا زي ما بقول لكم هو مش ساحر. يعني هو مش ساحر، يعني هو مش فجأة كده هيخفي 12 مليار دولار في ثانية وهيجيب حاجات من هنا يحطها هنا وخلاص كده احنا بقى اشترينا. اي واحد كتب بقى بوست على الفيسبوك وكتب كلمتين في الهجايس احنا اشتريناهم يا عم الله ينور برافو عليك. ما فيش الكلام ده. هو عمل حاجة، رحل المديونيات
وخطورة ده بقى بيقول لك ان المبلغ ده هيتضاعف لو ما اتعالجش في السنة المالية 2026 2027، هيتضاعف الرقم ده في السنين اللي جاية 2028 لغاية 2030. ده كلام مين؟ خدوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله ده كلام مارك ليفن، المراقب المالي الاوديت اللي بيعمل مراقبة مالية على السيتي، بيقول الكلام ده. مش مصدقني؟ كل واحد في ايده تليفون النهارده يعرف يعمل جوجل، يعرف يعمل سيرش. يا عم بتستعمل انت شاطر شويه، بتعرف تدخل على الشات جي بي تي وجوجل جيميناي والكلام اللذيذ ده، ادخل دور على كلام يقول ايمن الراجل ده بيقول اي كلام غلط. ادخل شوف كده سد العجز كيف، اكتب كده يعني بس اكتبها بالانجليزي طبعا، عشان لو كتبت بالعربي ممكن ما يطلعش ده. كيف تم سد العجز المالي ل 12 مليار دولار في نيويورك سيتي. واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. الراجل ده يعني جميل، انا عامل له فنجان قهوه مخصوص بن محروق عشان اركز معاه في كل كلمه بيعملها. حبيبي يا زهران، ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده عشان حبايبنا اللي عمالين يعملوا حاجات كده على الفيسبوك يتعلموا. يكشي يتعلموا، بس هتعلم مين؟ انت بتتكلم مع جهله. بشكركم جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.